بيبدأ الفيلم بطيارة واللي بيكون فيها مجموعة من القوات الخاصة، وبيكون قائد المجموعة دي واحد اسمه لو، وكانوا رايحين علشان ينقذوا الرهاين اللي موجودين في معمل النفط اللي في الشرق الأوسط، واللي بيكون مسيطر على الرهاين دي مجموعة من المرتزقة. ولما لو بيوصل للموقع بيقابل واحدة اسمها دكتور تشانغ، وبتبدأ تعرفه إن هي رئيسة الموقع، وبتشكره لأنه راح علشان ينقذهم. ولما بيخلصوا كلامه وبيركبوا العربية، تشينغ بيكون باين عليها الخوف، وبيبدأ لو يطمنها وبيعرفها إن هم هينقذوهم. ودكتور تشينغ بتعرفه إن هم محبوسين هنا بقالهم أسبوعين كاملين، وإن المجرمين دول بيهجموا عليهم كل يومين. ولما لو بيسألها عن عدد المخطوفين، بتعرفه إن عددهم كبير جدا وإن كمان فيهم أطفال. وبعدها بنشوف واحد اسمه كريس، وده بيكون واحد من المرتزقة بس اعتزل. وبنشوف اخوه هنري وهو بيديله فلوس اخر عملية، وبيعرض عليه مهمة جديدة هيكسبوا من وراها فلوس كتير جدا. لكن كريس بيرفض، وبيعرفه انه خلاص اعتزل وانه مش هيرجع لسكة الاجرام دي تاني ابدا. وفي الوقت ده هنري بيفكروا بالمجرمين اللي خطفوا 5 من رجالته زمان، وبيعرفوا ان اللي خطفهم كان واحد من المرتزقة اللي في الصين، وان الشخص ده هيكون عنده عملية وهيعدوا على طريق اسمه طريق الموت علشان يوصلوا للمنطقة الخضراء. وكريس بيستغرب من كلامه، وبيعرفه ان المنطقة دي خطرة جدا وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بنشوف واحد اسمه وين، واللي بيكون رايح علشان يصلح ماسورة المية اللي بتوزع للقرية. ولما بيوصل بيبدأ ان هو يتكلم مع واحدة اسمها سيريا، بس لما بيحاول ان هو يصلح الماسورة بيفشل. وبيعرف كريس ان هو مش هيقدر يعملها ولازم يبلغ الشركة، ومفيش اي حل قدامهم دلوقتي غير ان هم يدفعوا $100,000 علشان يقدروا يوصلوا المية للقرية تاني. بعدها بنرجع تاني لو وهو مع الفريق بتاعه، وبيعرفهم ان هم مضطرين ان هم يروحوا المنطقة الخضراء من خلال طريق الموت، وده لان كل الطرق الرئيسية المرتزقة مسيطرة عليها. بعدها بنشوف سيريا وهي بتسأل كريس ازاي هيجيبوا مبلغ كبير زي ده لشركة المية، وكريس بيحاول يطمنها وبيعرفها ان هو يتصرف علشان يجيب المبلغ ده، وبيقول لها ان هو مستعد يعمل اي حاجة علشان المية توصل لهم. وبعدها بنشوف دكتور تشانغ وهي بتحط مفتاح الحماية علشان تقفل الجهاز الرئيسي للنفط، ولما بتنجح ان هي تقفله بتكتب الرقم اللي المفروض هيشغلوه بيه بعد كده، وبتدي شنطتها للمساعدة بتاعتها اللي بنعرف ان هي اسمها مي، وبنعرف ان مي دي تبقى بنت الضابط لو. وفي الوقت ده لو بيدخل لهم وبيعرف تشانغ ان هم جاهزين وانهم لازم يتحركوا دلوقتي لان مفيش وقت. لكن فجأة بنشوف واحد جاسوس من المرتزقة وهو بيحط علامات على اتوبيسات معينة، ولما بيتحركوا بتكون المجموعات متوزعة على 11 اتوبيس، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لطريق الموت. وبيبدأ لو انه يطلب من القوات ان هم يجهزوا نفسهم، وبعد كده بيكمل طريقه. ولما لو بيشوف عربيتين واقفين في الطريق بيحس ان ده فخ، وبيقرر ان هو يزود سرعة الاتوبيس ويخبط في العربيتين، وبيعدي وبتبدأ العربيات ان هي تنفجر على الطريق. ولما بيطمن ان هو عدى بسلام بيطمن بنته مي، وبيعرفها ان هو هنا علشان يحميها. لكن مي ما بتكونش مصدقة كل الكلام ده وبتكدبه، وبتعرفه ان هو بيعمل كل ده علشان يتقال عليه بطل. وبتبدأ ان هي تعاتبه لانه سابها هي وامها وقت ما كانت لسه طفلة في المستشفى، وبتعرفه كمان ان هو مهما عمل علشانها مستحيل تسامحه. وفجأة وهم ماشيين بيشوفوا عاصفة رملية قدامهم، ولو بيكون مستغرب من العاصفة لان تشينغ كانت معرفاه ان الجو مستقر وان نسبة حدوث العواصف معدومة، وبسبب قوة العاصفة دي الاتصال بيتقطع. وفي لحظات بتظهر عربيات المرتزقة وبتهجم عليهم، وبنعرف ان الجاسوس كان بيحط علامة على الاتوبيس اللي فيه الدكتورة تشينغ والمهندسين اللي معاها علشان يخطفهم، وبيبدأوا ان هم يحدفوا خطاف علشان يتعلقوا فيه. ولما بيوصلوا لسطح الاتوبيس بيدخلوا من الازاز وبيسيطروا على الاتوبيس كله. وفي الوقت ده بنشوف عربية تانية بتهاجم اتوبيس تاني وبيحاولوا ان هم يخطفوهم، لكن في واحدة من القوات بتهجم عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض. لكن للأسف واحد من العصابة بيحدفها من الاتوبيس وبيقدروا ان هم يسيطروا عليه هو كمان. وبعدها بنشوف لو وهو بيجمع القوات بتاعته، ولما بيسألهم عن الاتوبيسات بيعرفوا ان في اتوبيسين اتخطفوا. وساعتها بنشوف كريس وهنري وبيكونوا هما اللي خطفوا الاتوبيسات دي. وبنرجع تاني لو وبنشوفه هو بيكلم واحد اسمه أزير، وبيعرفوا ان في اتوبيسات اتخطفت وان هو محتاج طيارتين علشان يدور عليهم، وبيطلب من بنته ان هي تركب معاه لانها عارفه كل مكان في الصحراء. لكن وهما بيدوروا على الاتوبيسات بيشوفوا جهاز بمحركات نفاثه، ووقتها لو بيعرف ان العاصفه اللي حصلت دي من صنع البشر، وبيطلب من الطيار ان هو يتحرك في اتجاه تاني. لكن وهما ماشيين لو بيشوف واحدة من الفريق بتاعه، ولما بتعرفوا ان المرتزقة عاملين كمين ليهم بيطلب منها ان هي تتواصل مع الفريق وترجع لهم. وبعدها بنشوف له وهو بيكلم المساعد بتاعه وبيطلب منه ان هو يحدد مكان الاتوبيس على جهاز GPS، لكن للاسف بيطلع ان الجهاز بايظ، وبيفضل المساعد يلف بالطيارة. وفجأة بيشوف قدامه عربية من بتوع المرتزقة، ولما بيقرب منهم بيبدأ المرتزقة ان هم يضربوا عليه نار، لكن المساعد بيقدر ان هو يفجر عربية منهم.
وساعتها بنشوف كريس وهو بينزل من عربية المرتزقة وبيضرب نار على الطيارة، وبيأمر حد من رجالته ان هو يجي من ورا الطيارة ويضربها لحد ما بيقدروا ان هم يفجروها، وبعدها بيرجعوا للمكان بتاعهم وكأن مفيش اي حاجة حصلت. وفي وقت ما كان لو بيلف بالطيارة بيشوف الاتوبيس المخطوف، ولما بينزل لهم بيلاقي واحد من الفريق بتاعه مربوط، بيعرف له ان في 5 اتخطفوا. وبعدها بنشوف كريس وهو بيتخانق مع اخوه علشان ضحك عليه، وبيكون عايز يعرف منه مين اللي خطط علشان يخطف الدكتورة تشينغ والناس اللي معاها. وفي الوقت ده بيظهر اوين، وكريس بيعرف ان هو اللي خطط لكل ده، وبيبدأ اوين ان هو يعرض على كريس ان هو يشتغل معاهم تاني، وبيعرفوا ان الصحراء دي مليانة نفط وان هو لازم يقضي على الشركة اللي مستولية عليه. لكن كريس بيرفض، وبيعرفوا ان المشكلة دي بينه وبين الشركة وان هو ملوش دعوة باي حاجة. وفي الوقت ده اوين بيطلب من كريس ان هو يخلصه من الضابط لو والقوات بتاعته، لكن كريس برضه بيرفض وما كانش عايز ان هو يرجع لسكة الاجرام دي تاني ابدا. ولما هنري اخوه بيروح له علشان يقنعه ان دي اخر عملية هيعملوها، كريس بيعرفه ان هو مش هيعمل حاجة تاني، وبيطلب منه ان هو يجيب له فلوس اخر عملية وبيسيبه وبيمشي. ولما هنري بيرجع لاوين بيعرفه ان هو مش محتاج حد معاه، لكن اوين بيغدر بيه وبيقتله. وبنرجع تاني لو وهو بيلف بالطيارة وبيشوف كريس وهو ماشي بالعربية، وبنته مي بتعرفه ان الطريق ده بيوصل لمدينة خطيرة، وكريس بيفضل ماشي وراه لحد ما بيوصلوا للمدينة دي. ولما لو بيدخل المدينة وكريس بيشوفه بيفتكروا ان هو تايه، ولما لو بيعرفه ان هو جاي يدور على اهله اللي اتخطفوا، كريس بيقول له ان هو جاي يدور في المكان الغلط، وبيطلب منه ان هو يطلع من المدينة بتاعته. ولما كريس بيلاحظ ان اخوه هنري اتأخر عليه، بياخد العربية بتاعته وبيروح له المكان اللي كان موجود فيه. وفي الوقت ده لو بيكون مراقبه كويس، وكانت الصدمة لكريس لما بيوصل للمكان وبيشوف اخوه هو مقتول، وبيلاقي في جيبه حاجة تخص الصينيين وبيفتكر ان هما اللي قتلوه. وبعدها لو بيدخل وراه وبيفضل يدور عليه، وفجأة كريس بيجي من وراه وبيضربه وبيفضل يخنق فيه، وبيكون في عربية هتقع على جثة هنري، لكن لو بيجري بسرعة وبيشده من تحتها. وساعتها كريس بيبدأ يهدي له وبيعرفه ان اللي قتلوا شعبه هما نفس اللي قتلوا اخوه، وبيطلب منه ان هم يتحدوا مع بعض علشان ياخدوا حقهم. وفجأة بيدخل عليهم 3 فرنسيين وبيطلبوا من كريس فلوس الأسلحة اللي أخوه خدها منهم. وفي الوقت ده كريس بيكون متضايق جدا وبيفضلوا يضربوا على بعض نار، وبمساعدة لو بيقدروا ان هم يهزموهم. ولما لو بيسأل كريس من اللي خطف الصينيين، كريس بيعرفه ان اللي عمل كده واحد اسمه اوين. وبعدها بنشوف اوين وهو بيطلب من الدكتورة تشينغ ان هي تديله الباسورد اللي عاملاه علشان يسرقوا النفط، لكن طبعا تشينغ بترفض وبتعرفه ان النفط ده ملك شعبها. واوين بيتضايق منها وبيقتل واحد من الناس اللي كانوا موجودين معاها، وبيهددها كمان ان هو يقتل ابنها لو ما اتكلمتش. وتشينغ بتعرفه ان الشنطة اللي فيها مفتاح الحماية مش موجود معاها، ومن كتر ابنها ما كان خايف ومرعوب بيقول لاوين ان هو يعمل تتبع على التليفون بتاعها لانه موجود في الشنطة. وفعلا بعدها بيتصلوا على تليفونها، وبمجرد ما مي بترد عليهم بيقدروا يحددوا مكان الشنطة وبيعرفوا ان هي في القرية بتاعت كريس. وبعدها بنشوف كريس ولو وهم قاعدين مع بعض، وكريس بيبدأ ان هو يحكي له على الحكاية كلها، وبيعرفوا ان هو واخوه ابوه كانوا بيشتغلوا زمان في العمليات الخاصة، وانه في يوم ابوه جاله مهمة على طريق الموت، ولما ابوه رفض ان هو يعمل المهمة دي كريس حاول ان هو يقنعه، بس لما راحوا اتفاجئوا ان المرتزقة عامله لهم كمين، وللاسف ابوه اتقتل وما قدرش ان هو يعمل له اي حاجة. وفجأة بيسمعوا صوت غريب قريب منهم وبيعرفوا ان هم في خطر، وكريس بيطلب من مي ان هي تخبي الاطفال علشان ما يتأذوش. وبعدها بيطلب من لو ان هو يطلع يهجم على المرتزقة من على السطح، وبتقوم بينهم معركة كبيرة بيقدروا فيها ان هم يخلصوا على شوية منهم، لكن للأسف عددهم بيكون كبير جدا. وساعتها كريس بيقرر ان هو يديلهم جهاز التتبع، ولما المرتزقة بيكونوا عايزين الشنطة كلها كريس بيدخل يجيبها لهم وبياخدوها وبيمشوا. وفي الوقت ده مي بتكون متضايقة جدا من اللي كريس عمله، وبيعرفها ان هو كان لازم يعمل كده لان المدينة في خطر وواجب عليه ان هو يحميها مهما كان التمن. وبعدها لو مي وكريس بيتجمعوا، ولما كريس بيسألهم عن اللي موجود في الشنطة مي بتعرفه ان الشنطة فيها كلمة السر ومفتاح الحماية اللي بيخلي النفط يخرج من المحطة، وبتعرفه كمان ان المحطة فيها ملايين من براميل النفط. وفي الوقت ده بيقرروا انهم يروحوا المحطة علشان يمنعوا المرتزقة من سرقة النفط ده. وبعدها بنشوف اوين وهو بيتفق مع الناس اللي هياخدوا منه النفط، وبيطلب منهم انهم يجهزوا السفن بتاعتهم لانه قريب جدا هيحط لهم النفط فيها.
وفي الوقت ده مي بتطلب من ابوها ان هي تروح معاهم، لكنه طبعا بيرفض لانه خايف عليها، وبيعرفها ان العمليه دي خطيره جدا، وبيوعدها ان هو يرجع لها تاني. وبعدها رجاله اوين بيوصلوا له الشنطه، وبياخد الشنطه منهم وبيديها للدكتوره تشانغ، وبيطلب منها ان هي تشغل المحطه. ولما تشانغ بتحط مفتاح الحمايه وبتكتب الرمز، بيبدا النفط انه يمشي في الانابيب والسفن بتتملى. وفي اللحظه دي كريس ولو بيكونوا راكبين العربيه وبيهجموا على المحطه، بس العصابه اول لما بتشوفهم بيضربوا عليهم نار، لكنهم بيقدروا انهم يكسروا الحواجز ويدخلوا المحطه. ولما بينزلوا من العربيه بتحصل بينهم معركه كبيره، وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد كبير منهم. وفجاه بيظهر اوين وبيفضل يتريق على لو، وكان مفكر ان هو جاي لوحده، لكن فجاه كريس بيدخل المكان اللي المخطوفين موجودين فيه. ولما بيشوف واحد من العصابه بيضربه، لو بيدخل من وراه علشان يساعده، وبيقدروا انهم يحرروا الدكتوره وابنها، لكن بيلاقوا واحد من المرتزقه وبيفضلوا يضربوا عليه نار. ولما الرصاص بتاعهم بيخلص، كريس بيفضل يتكلم معاه علشان يشتت انتباهه، وبيقدر لو انه يجي من وراه وبيحدفه في الازاز. ولو بيطلب من كريس انه يلحق اوين بسرعه، لكن للاسف اوين بيكون خد العربيه بتاعته وهرب. وكريس بيحاول انه يجري وراه ويمسكه، لكنه للاسف مش بيلحقه. وفجاه كريس بيشوف مي وهي راكبه العربيه بتاعته، وبيركب معاها وبيجري ورا اوين. وفي الوقت ده لو بيكون لسه بيتخانق مع واحد من المرتزقه، وبيطلب من الدكتوره ان هي تسيبه تهرب من المكان بسرعه. وبنرجع تاني لاوين وبنشوفه وهو بيهرب، والسواق اللي معاه بيعرفه ان كريس جاي وراهم. ولما اوين بيضرب عليهم نار، تقدر مي ان هي تتفاداه. ولما الرصاص اللي معاه بيخلص، بيأمر السواق انه يدخل في الصحراء، لانه كان عارف ان العربيه بتاعت كريس قديمه ومش هتقدر تلحقه. بعدها بنشوف له بعد ما قدر انه يخلص على اللي كان بيتعارك معاه، وبيفضل يندع على الدكتوره تشينغ علشان يطمنها. ولما بتنزل له بتعرفه ان هم كسروا مفتاح الحمايه، وانها كده للاسف مش هتقدر توقف ضغط النفط في الانابيب. وبنرجع تاني لكريس اللي بيكون لسه بيجري ورا اوين، لكن للاسف العربيه اللي كانوا راكبينها بتتقلب بيهم. ولما بيخرجوا منها بيكون له راح لهم وبيركبوا معاه، لكن العربية بتكون ماشية ببطء جدا. وكريس بيضطر ان هو يشغل النفاثات بتاعة العربية اللي بيها بيقدروا ان هم يلحقوا اوين، وعلى طول بيخبطوا العربيات اللي فيها النفط وبتنفجر كلها. وعربية منهم بتقع على العربية اللي فيها اوين، لكنه مش بيحصل له حاجة. ولما خلاص بيحس ان نهايته قربت، بيعرض على كريس ان هو يديله نسبة كبيرة من الارباح، لكن طبعا كريس بيرفض، وكان عايز ينتقم منه لانه قتل اخوه. وطبعا اوين بيكون خايف جدا ومرعوب، وبيركب العربية بتاعته بيحاول ان هو يهرب بيها. وكريس بيطلب من لو ان هو يجري وراه، لكن للاسف العربيه بتكون غرقت في الرمل، وبيضطر ان هو يشغل الدعامات علشان تتحرك. واول لما بيشغلها كريس بيفضل متعلق في العربيه. وفي الاخر بيقدروا ان هم يلحقوا اوين، لكن لو بيلاقي قدامه منحدر ومش بيقدر ان هو يسيطر على العربيه، وبيربط نفسه بحبل وبينط من العربيه هو وبنته. لكن اللي حصل ان الحبل كان متعلق في عربيه اوين، واول لما اوين بيتحرك بالعربيه بتتزحلق من على الجبل وبتقع. وفي اللحظه دي لو بيفك الحبل بسرعه وبيبقوا في امان. وبعدها مي بتسأل ابوها على كريس، وبيفضلوا يندهوا عليه، ولما مش بيرد عليهم بيفتكروا ان هو مات. وفي الوقت ده مي بتشوف دفتر الذكريات بتاعها مع ابوها، وساعتها بتتأكد ان هي كانت ظلماه لانها بتعرف ان هو بيحبها. وفجأة بيشوفوا كريس وبيعرفوا ان هو لسه عايش، وبيكونوا مبسوطين جدا. وكريس بيطلب من لو ان هو يتجوز مي، وبعدها لو بيديلهم الامر علشان يقبضوا على كل المرتزقه اللي سرقت النفط. وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده ما تنساش انك تحط لايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك فيها علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. واشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.